صباح الخير على كل حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بصحة وسلامة وسعادة يا رب. انا حبيت اصبح عليكم المكان الجميل ده، والشروق كده، وقت الشروق وهو لسه طالع كده وبيظهر كده في السماء الجميلة بتاعت ربنا الحلوة دي، شكله في قمة الروعة. دي قرية مارينا بيتش. آه صراحة حاجة جميلة قوي. وبالمرة قلت اتكلم معاكم في حاجة كده حصلت النهاردة. المفروض ان الفيسبوك كان مقلوب بقاله فترة كده على البنات الصغننة دي اللي غير الله يرحمهم يا رب، طبعا دول في الجنة يعني، انهم ما عملوش حاجة اصلا وحشة يعني، دول اطفال يعني. بس ده طبعا ما يمنعش ان في امهات مهملة. الامهات المهملة دي انا معرفش ازاي بيجيلهم قلب يهملوا في اطفالهم وهم لسه صغيرين كده. بجد معرفش ازاي، بجد. يعني ايه طفلة وعوامة واربطها ومعرفش ايه، والمية تيجي وتاخدها وتسحبها، واللي حصل ده يعني بصراحة حاجة توجع القلب قوي قوي قوي. النهاردة بقى كان في آه، مجموعة كبيرة جاية رحلة يعني، كانت جاية في أتوبيس، والسواق كان جايب بنته معاه. بنته يعني بنته صغيرة، عندها يمكن 7 أو 8 سنين. تمام، وكانت جاية معاه. وهو طبعا راح مع الرحلة اللي كان طالع معاهم، قعد بقى معاهم على الشاطئ او نزل المية او ايا كان يعني. وساب البنت تلعب بقى هي مع نفسها كده لوحدها. البنت نزلت حمام السباحة، العوامة سقطت منها هي، وفجأة ما البنت غرقت في حمام السباحة. لولا ان يعني بفضل الله والحمد لله رب العالمين القرية دي اللي ماسكها جيش، يعني هي كلها عساكر جيش ويعني هي تبع الجيش يعني. آه، في واحد من العساكر طبعا ده عينه على الولاد الصغيرة، نزل بسرعة نط في المية وطلعها، الحمد لله رب العالمين. فطبعا دي حاجة بجد يعني مش كويسة خالص. يعني ايه اللي احنا بنعمله ده؟ انت جاي رحلة، خد بنتك معاك، قعدها معاك، انزل معاها، خد بالك منها، راعيها. لكن سايب البنت لوحدها كده، وهي مفيش اي حد خالص. انا فاكراها جايه مع مامتها، جايه مع اي حد من قرايبها. فقالت لي لا، ده انا كنت جايه مع بابا وبابا مع الناس اللي في الرحله، وانا قاعده هنا بلعب هنا لوحدي. طب ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ يعني ايه اللي بيحصل ده بجد؟ يعني بقت حاجه غريبه خالص وظاهره غريبه جدا في الاهمال. في اهمال غير عادي. الامهات بقت بتهمل والدنيا بقت مش حلوه خالص يعني. يعني ايه انا حته مني اسيبها تلعب لوحدها كده و... وانا بقى مكبر دماغي بقى ووقت ما الوقت يخلص خلاص انا كده هدور عليها بقى. طب انت هتدور عليها فين؟ لا قدر الله البنت دي وكان حصل لها حاجه، كان ايه اللي كان هيتم يعني؟ ونرجع بقى نزعل ونعيط ونعمل. طب ما الاهمال اساس كل حاجه وحشه، هو الاهمال. والاطفال بالذات يا جماعه، انتوا ازاي دي يعني؟ حته من قلبك ومن روحك كل حاجه تلغيها، غير انك انت تبقى عيونك كده ومفتحه عينيك على بنتك او ابنك، ما يتسابش في الاماكن اللي زي دي. وبعدين البحر غدار والميه غدار وملهمش امان اصلا، ملهمش امان خالص يعني. يعني اللي حصل ده للطفله دي، اقسم بالله قلبي وجعني. انا قلبي وجعني يعني، ما اعرفش يعني. طلعنا كام مره ونقول للامهات يا ست الكل ربنا يرضى عنك، خدي بالك من بناتك، خدي بالك من ولادك. وانتوا صغيرين عايزين حد يعني يحنن قلوبكم على ولادكم، ولا يديكم مثلا نصايح تخلوا؟ طب ما ينفعش. كل واحده عندها بيتها وعندها جوزها وولادها، دول احسن يعني، اجمل حاجه في حياتها، دول دنيتها كلها اللي تاخد بالها منهم. لكن انا اسيب الاطفال واتشغل بقى مع صحباتي واتكلم في التليفون وما اعرفش اروح اعمل ايه واسيب بنتي وكده وارجع الاقي حاجة تانية.
لا لا بجد، احنا بقى في اهمال غير عادي. الامهات بقت فيه يعني حاجه بقت صعبه قوي. انت هتجيبي ناس من بره يخلي بالهم من بناتك ولا من ولادك وانت قاعده تتفرجي على حاجه او بتعملي حاجه او رايحه تجيبي حاجه؟ لا، انا رايحه اجيب حاجه، اخد بنتي في ايدي طلعها من الميه، صغيره بقى كبيره، ما ده ملوش علاقه. الخوف ده ملوش علاقه بالصغير والكبير. يعني اخاف على بنتي صغيره كبيره، الخوف ده دي حاجه بتبقى يعني في قلب الام من غير اي حاجه يعني. فبقى في اهمال غير عادي، بقينا كل يوم والتاني نسمع عن حاجات غريبه، حاجات غريبه بجد. يعني مش طب انتوا بتجيبوهم ليه؟ انتوا بتخلفوهم ليه؟ ما اللي مش هتقدر تخلي بالها من ولادها ما تتعبش نفسها بقى، تروح تخلف وتحمل وتولد وما اعرفش ايه. ما فيش داعي بقى، مفيش داعي بجد، لان هم اللي بيتعذبوا، هم اللي بيتبهدلوا، واحنا كده مش في دماغنا. يا جماعه عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا، احنا قلنا الامهات غير الاب. الاب ده الله يكون في عونه، بيطلع يشتغل ويطلع عينه ويبقى جاي مش عارف اصلا. ده في ابهات بتبقى جايه من كتر اللهو اللي هم فيه على لقمه العيش، مش عارف ابنه ده في سنه كام، مش عارف. ما هو بيجي يا عيني من الشغل مقهور، ياكل وينام ويصحى علشان يشوف المطحنه اللي مستنياه تاني يوم وكل الحاجات دي. احنا بقى وظيفتنا ايه ان شاء الله؟ ناكل ونشرب ونمسك التليفون ونتفرج على التلفزيون ونروح لاصحابنا ومعرفش ونخرج وايه؟ لا لا لا، مش هي دي الامومه. الامومه دي ده ابنك ده فلذة كبدك، يعني في كل مكان في ايدك، في كل مكان في ايديكي تبقى حريصه عليه، لان انت هتتسألي فيه او في بنتك. كل راع مسؤول عن رعيته. والله بصي بقى، يعني مشيتي كده بما يرضي الله، خليتي بالك من ولادك ومن بيتك، الدنيا هتبقى زي الفل، وان شاء الله الدنيا يعني ربنا مش هيجيب لك حاجه وحشه. لكن اللي احنا شايفينه الايام دي الواحد قلبه وجعه خلاص، قلبه وجعه من اللي بيشوفه ومن اللي بيسمعه ومن اللي بيحصل في الدنيا. و يعني بالمرة بقى وبالمناسبة كده بنعزي أهالي الشهداء وبندعي لهم، والله العظيم بدعي لهم دعوات أنا ما أعرف حد فيهم ولا من بلدي، بس قلبي متقطع من جوه عليهم، بدعي لهم دعوات بالرحمة وإن شاء الله هم أصلا شهداء، شهداء لقمة العيش الشريفة. دول شهداء كلهم صغيرين وطالعين علشان يساعدوا أهاليهم. دول إن شاء الله بأمر الله يعني مسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله، إن شاء الله مع الشهداء بإذنك يا رب وبأمرك يا رب. مجموعة البنات عريس الجنة دول يعني ربنا يصبر أهاليهم، علشان واحد مستهتر، واحد حسبي الله وأنت تكفي فيه، يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وفي المخدرات واللي بيبيعوا المخدرات والبرشام وكل القرف ده، ان دلوقتي واحد عايز يشتغل للصبح ومش قادر يروح يبلبع علشان يقدر يشتغل. واحد عايز يسوق، يا عم انت هتنام في الطريق مش قادر تخمد في اي مكان، اركن العربية، انت ماشي مخالف ومتنيل على عينك وشارب وطينة وماشي كده تدوس في خلق الله، وانت هتروح فين من ربنا؟ وانت فاكر ان انت ده هيعدي على ربنا؟ ده هم خلاص هم شهداء. انت بقى دورك فين ان شاء الله؟ جهنم وبئس المصير ولا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يعمل حاجة تغضب ربنا وما يراعيش ربنا في خلق ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل. اي واحد سواق سايق حاجة وحاسس ان هو عايز ينام، يركن العربية وينام، لما يفوق كده ويقوم كده يغسل وشه ويفوق يبقى عارف انه ماشي على طريقه هتقابلك ارواح، وتتقي ربنا كده وانت ماشي في الطريق كده. يعني ده هو ده الصح، يعني ان واحد حس ان انا لا مش قادر وهنام، لا اركن بقى وانام،
ولما فوق اقوم اشتغل، اقوم اشوف انا رايح فين. مش هبقى ماشي مخالف وابقى شارب زفت على دماغه وطايح كده ويروح لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو قدرهم، ودي موتتهم، ودي الساعة بتاعتهم. بس يعني برضو لازم يبقى فيه وعي، لازم الناس تخلي بالها، والسواقين يخلوا بالهم وهم طالعين كده، يخلوا بالهم من حاجة زي كده. معرفش ايه القرف اللي بقى يحصل والله. الدنيا دي جرالها ايه؟ مش فاهمة. واحد تعب نفسيا، اقسم بالله انا عن نفسي تعبت نفسيا. يعني مش عارفة من اللي بيحصل في الولاد الصغيرين، الاطفال اللي اهليهم بتهمل فيهم دول، ولا من الرجالة الكبيرة الشايبة دي اللي بتمشي كده مش عارفة هي بتعمل ايه في خلق الله. مش عارفة والله. الدنيا دي يعني استغفرك يا رب واتوب اليك. ربنا يعديها على خير، ربنا يعديها على خير ويسترها معانا ومعاكم ومع اولادنا واولادكم يا رب، وامة سيدنا محمد كلها. ربنا يا رب يا سيدنا النبي ما تضر ام في ولدها ولا في ضناها يا رب، يا رب والنبي يا رب. وكلنا نخلي بالنا بقى من ولادنا بقى عشان خاطر سيدنا النبي عندكم، لو بتحبوه بجد خلي بالكم بقى من عيالكم بقى، وربنا يسترها علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد يا رب. إن شاء الله. يلا صباحكم زي الفل إن شاء الله، وكله رضا ورزق من الله. وقلت أشارككم كده معايا الجو الجميل دوت الصبح بدري كده، وأقول لكم على الحاجة اللي بصراحة تعباني من جوه قلبي. أنا ما بكلمش مع حد إلا أنتوا بصراحة، يعني أي حاجة تعباني بقولها، أي حاجة مفرحاني بقولها، عشان انتوا الصحاب وانتوا الاخوات وانتوا اللي كل حاجة. فربنا يصلح حالنا وحالكم، ييسر لنا كل امورنا يا رب، ويكفينا شر الامراض ما ظهر منها وما بطن، ويكفينا شر الغفلة، يكفينا شر المداري في علم الغيب يا رب، يا رب. تسترنا في الدارين يا رب، بركة الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير وكل خير يا حبايبي. ولو الفيديو ده عجبكم ولا كلامي عجبكم تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش يتفضل على راسي اشترك وينورني في قناتي اللي هي قناتكم اصلا. واشوفكم على خير يا حبايبي بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.